بتحب الشوبينج عادي ولا مدمن ومحتاج علاج؟ هو في ادمان للشوبينج؟ وفي 5 علامات هقولهم لك هتعرف منهم اذا كنت مدمن للشوبينج ولا لا. اولا لو بتشتري حاجات مش محتاجها، يعني تشوف عنوان كتاب يعجبك فتشتريه مع انك ما قريتش اخر 10 كتب اشتريتهم، او تلاقي سمارت واتش يعجبك شكلها فتشتريها وانت اصلا مش بتلبس ساعات. تاني حاجه لما الشراء بيحسسك بالراحه النفسيه، كلنا بنتبسط لما بنشتري حاجه جديده، بس لو انت كل ما بتكون متضايق او مكتئب بتلاقي نفسك بتفرغ طاقتك في الشراء وبعدها بتحس ان مودك اتظبط ومفيش اي حاجه تانية بتروق اعصابك غير الشراء، يبقى انت كده مدمن شوبينج. تالت حاجه لو بتنسى حاجات جديده اشتريتها، يعني بتخزن مشترياتك في علبها من غير ما تفتحها وتنساها وتتفاجئ انك جبت نفس الحاجات تاني او شبهها. رابع حاجه لو بتتسوق باكتر من امكانياتك، من الاخر بتصرف كل فلوسك وتعدي ليميت الكروت، وممكن تلاقي نفسك بتفتح كروت جديده علشان تشتري اكتر، وطبعا كل دي ديون الله اعلم هتوصلك لفين. خامس حاجه لو بتخبي اللي اشتريته، بتداري الاكياس من اهلك وعيلتك ويمكن كمان من زمايلك في الشغل، لانك بتصرف في الشوبينج على حساب حاجات تانية هم عارفينها، واكيد لو شافوك شاري حاجات جديده هيعاتبوك. لو انطبقت عليك معظم او كل العلامات دي يبقى انت عرفت المشكله، وفي الفيديو اللي جاي هقول لك الحل.